أهلا بكم معنا. النهاردة بنلقي نظرة معمقة على مجموعة مواد من الجيريا تايمز، تحديدا من أواخر مايو 2025. عندنا عناوين رئيسية ومقال تحليلي، وهدفنا نشوف أهم التطورات والأفكار اللي فيها، خاصة عن الوضع الداخلي في الجزائر والتوترات في المنطقة وكمان التأثيرات الخارجية. تمام. المصادر دي فعلا بتقدم لنا صورة مكثفة لوضع متشابك. خلينا نبدأ باللي بتقوله عن الداخل الجزائري. اللافت للنظر هو زي ما يكون في شد وجذب واضح في المصادر دي. يعني من ناحية في كلام عن خطط لتنويع الاقتصاد بعيد عن النفط والغاز، وحتى تعزيز الأسطول البحري عشان يقللوا الاعتماد على الخارج. ومن ناحية تانية في تقرير تاني خالص بيصنف الجزائر ضمن الدول المهددة في أمنها الغذائي، كأن في صراع بين رؤية للمستقبل وبين الواقع الحالي الصعب. بالضبط، هو ده التحدي الأساسي اللي بتلمح له المصادر، الحاجة الملحة لتأمين الأساسيات زي الأكل، وفي نفس الوقت لازم استثمار طويل الأجل. ده بيخلي فيه قرارات صعبة جدا بخصوص الموارد تروح فين. وفي نفس السياق الداخلي بنشوف خبر تعيين مدير عام جديد للأمن الداخلي. هل ده مجرد تغيير عادي؟ هو ممكن ما يكونش مجرد تغيير روتيني، يمكن يكون استجابة لضغوط معينة داخلية أو حتى خارجية اللي لسه هنتكلم عنها. والضغوط الخارجية دي واضحة جدا فعلا. في تصريح منسوب للرئيس الفرنسي بيعبر فيه عن زي ما تقول زهقوا من استفزازات جزائرية تصعيدية، ده غير التوتر اللي كان موجود أصلا. صحيح، والموضوع شكله بيتوسع. المصادر بتتكلم عن تمرين عسكري جزائري بالذخيرة الحية قريب من الحدود المغربية، وده جاي في وقت في كلام في أمريكا عن مشروع قانون ممكن يصنف البوليساريو كمنظمة إرهابية، وهي موجودة على أراضي جزائرية حسب مشروع القانون ده. لو ده حصل فعلا فده هيكون له تبعات استراتيجية مش قليلة على الجزائر. وفي كمان المصادر بتذكر قلق جزائري من تحركات إماراتية قريبة، زيارة مسؤول إماراتي لمالي والنيجر وتوقيع اتفاقيات أمنية هناك. هل ده نفهمه كجزء من تنافس إقليمي أكبر في منطقة الساحل؟ أكيد المصادر بتحطها في الإطار ده، بيتشاف كجزء من مشهد جيوسياسي في تنافس بيزيد على النفوذ في الساحل، وده بيضيف طبقة تعقيد جديدة للجزائر في محيطها. كل ده بيورينا ازاي الداخل والخارج متداخلين جدا. ولو بعدنا شوية عن الجوار المباشر بنلاقي أصداء الصراعات التانية لسه موجودة. الوضع في غزة مثلا، العناوين فيها تقارير عن استمرار الغارات الإسرائيلية وضحايا فلسطينيين، وأخبار تانية مقلقة جدا لو صحت عن أوامر مزعومة باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية. التقارير دي زي ما وردت دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنه يندد باللي وصفه بوحشية الحرب ويعلن عن خطة إغاثة. والمصادر بتذكر أن الجزائر من مكانها في مجلس الأمن قدمت مشروع قرار لتسهيل دخول المساعدات لغزة، محاولة للعب دور دبلوماسي في وسط الأزمات دي. بالضبط، محاولة تكون فاعلة على الساحة الدولية. وفي أخبار تانية سريعة بنشوف إشارة لرفع أمريكا العقوبات رسميا عن سوريا، وده تحول مهم. وغريبة كمان المعلومة اللي وردت عن إن رئيس الشباك الإسرائيلي الجديد اللي بيتوصف بالمثير للجدل أصوله جزائرية. تفاصيل متفرقة لكنها بترسم صورة لمنطقة مش مستقرة. هي بتفكرنا إن الأحداث في المنطقة حتى لو تبدو بعيدة غالباً بتكون مرتبطة ببعضها وبتأثر على الكل بشكل أو بآخر. طيب خلينا نروح دلوقتي للمقال التحليلي الأهم في المجموعة دي، اللي بيركز على مزاعم عن دور لإيران وعلاقته بالبوليساريو. إيه أهم النقط اللي بيطرحها؟ المقال ده هو بينقل عن مصادر زي واشنطن بوست ومسؤولين لم يسموهم، وبيقول إنه إيران مولت ودربت عناصر من البوليساريو، وبيلمح إنه التدريب ده ممكن يكون حصل في سوريا وقت حكم بشار الأسد. المقال بيحط النشاط المزعوم ده في سياق استراتيجية إيرانية إقليمية أوسع وبدعم جزائري مزعوم، بهدف التأثير على الاستقرار في المنطقة وشمال أفريقيا؟ بالضبط، خصوصا في إطار الصراع بين الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية. والمثير للاهتمام كمان أنه بيربط الكلام ده بتحولات أكبر، زي المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتغيرات في سوريا بعد سقوط النظام اللي كان مذكور هناك. بيتساءل عن مستقبل الدور ده وعلاقته بالجزائر والبوليساريو. تماما. المقال بيستخدم المزاعم دي لتفسير الديناميكيات الإقليمية، بيربط الدعم الإيراني المزعوم للبوليساريو بدعم طهران للجزائر في مواجهتها مع المغرب.
لكن ودي نقطة مهمة جدا، لازم نشير إن المصادر نفسها بتذكر إن في تعليقات على المقال بتقول إن بريطانيا نفت وجود معلومات عندها تؤكد المزاعم دي بتاعة التدريب الإيراني للبوليساريو. فده بيضيف وجهة نظر تانية أو تشكيك في الكلام ده. تمام. يعني الصورة اللي طالعة من المصادر دي متعددة الأوجه فعلا. تحديات داخلية جدية زي الاقتصاد والأمن الغذائي، توترات على الحدود ودبلوماسية متأزمة، صراعات إقليمية بتأثر، واتهامات بتدخل خارجي ودور لاعبين دوليين. وده بيودينا لسؤال أخير ممكن نفكر فيه. الضغوط دي كلها المتشابكة الداخلية والإقليمية والدولية زي ما بترسمها لنا قراءتنا الألجيريا تايمز، إزاي ممكن تتفاعل مع بعضها عشان تشكل مسار الأحداث قريبا؟ هل ده ممكن يدفع لتصعيد أكبر ولا ممكن يخلي الأطراف تدور على طرق تخفف بيها الأزمات؟ ده سؤال مهم وإجابته مش واضحة في قلب منطقة مضطربة جدا.